السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم والليكتشر نمبر 37 in an accounting sciences. النهاردة في المحاضرة 37 من محاضرات علوم المحاسبة هنتناول موضوع هام جدا، وهيبقى له مشغل أو بلاي ليست خاص بيه طبعا بمحاضراته كلها. طبعا الموضوع بتاع النهاردة من أهم مواضيع مهنة المحاسبة، وهو موضوع معايير المحاسبة الدولية. طبعا احنا لسه عندنا موضوعات كتير. طبعا علم المحاسبة طبعا بحر كبير واسع، طبعا مليان بالموضوعات الشيقة والهامة. طبعا في ناس كتير بتسأل عن القوائم المالية. ان شاء الله عندنا لسه بعد موضوع ما نتناول موضوع اهم 20 طبعا معيار محاسبي، هيبقى عندنا القوائم المالية والمخزون ومعالجة العجز في المخزون دفتريا، محاسبة التكاليف والموازنات التقديرية وكيفية إعداد الموازنات التقديرية، وطرق دراسات الجدوى. وكمان هيبقى عندنا محاضرات خاصة بالتحليل المالي والنسب المالية. هناخد محاسبة الضرائب، وطبعا برضو هيكون مخصص لها مجموعة سلسلة من الحلقات. هنعرف ازاي نقدر نصمم نظام محاسبي متكامل على برنامج الاكسل، ونعرف ازاي نقدر نستخدم كل اللي اتعلمناه في علم المحاسبة على نطبقه على نظام ال ERP system. هنبدأ ان شاء الله بإذن الله تعالى محاضرة النهاردة هتتناول المعيار الدولي رقم 16 او المعيار المصري رقم 10. المعيار بيقول او عنوان المعيار ده عن الاصول الثابته او الفيكسد اسيتس. يبقى an international accounting standard number 16 او الانترناشونال accounting standard طبعا اللي هو 16 or ال EAS number 10. تمام. الاي اي اس دي طبعا اختصار للانترناشونال اكاونتنج ستاندرد، والاي اي اس دي طبعا اختصار للايجيبشن اكاونتنج ستاندرد. طبعا هو المعيار الدولي الخاص بالفيكسد اسيتس الاصول الثابته رقم 16، او المعيار المصري الخاص بالاصول الثابته رقم 10. طبعا الفانكشن explaining how to measure and record the fixed asset and how to calculate its depreciation. وظيفة المعيار ده انه بيوضح كيفية اثبات وقياس واهلاك الاصول الثابتة مثل المخازن، المباني، بصفة عامة الاوناش، السيارات. ان شاء الله تعالى احنا النهاردة في محاضرتنا هنغطي المعيار ده تماما، يعني هنبسطه ونشرحه بشكل مبسط جدا. اللي انا طالبه من حضرتك ان حضرتك تفضل معايا لاخر المحاضرة، وما تقفلش المحاضرة، تستنى لاخر المحاضرة علشان تقدر تلم بالمعيار تماما. ان شاء الله هنقول كل حاجة بيقولها المعيار ده، مش هنسيب حاجة خالص، هنغطيه تماما. احنا وظيفتنا ان احنا هنقول معيار بنشرحه بتبسيط شديد. فالنهارده هيكون المعيار بتاعنا هو المعيار رقم 10 او المعيار 16، وكمان هيبقى نفس اللي بيتطبق عليه هو اللي بيتطبق على المعيار رقم 8، المعيار الدولي رقم 38 او المعيار المصري رقم 23 الخاص بالاصول غير الملموسة او الانتنجبل اسيتس. الفرق بينهم طبعا ان المعيار 10 بيطبق على الفيزيكال او التنجبل اسيتس الاصول الملموسة، ولكن الانترناشونال اكاونتنج ستاندرد نمبر 38 طبعا بيطبق على الانتنجبل اسيتس او الاصول غير الملموسة. تمام يا جماعة؟ المعيار بيقول ايه بقى؟ The standard says that if the company purchases a fixed asset will be used for a period more than 1 year, so it doesn't an expense, but it records as a fixed asset. Examples: buildings, houseware, liftings, lorries, cars. المعيار بيقول إذا اشترت الشركة أصلا سيستخدم لفترة أكثر من عام. لو الشركة اشترت أصل ثابت، والأصل الثابت ده هتستخدمه الشركة في فترة مالية
طبعا أكثر من فترة مالية أو أطول من فترة مالية أو لفترة أكثر من عام، يعني أكثر من فترة مالية محاسبية، مثل المباني، المخازن، الأوناش، السيارات. فلا يعتبر ده طبعا مصروفا، لا يضاف على حساب المصروف، لا يعتبر مصروفا، فلا يعتبر هذا مصروفا، بل يسجل كأصل ثابت. طيب، how to measure the fixed asset، ازاي نقدر نقيس الأصل الثابت؟ when purchasing the fixed asset it records with its cost. The cost includes purchasing price والtransportation expenses والfit expenses. ازاي بيقاس الأصل الثابت؟ عند الشراء يسجل بالتكلفة، يبقى الأصل الثابت بيسجل عند الشراء بالتكلفة، والتكلفة بتشمل سعر الشراء ومصاريف النقل ومصاريف التركيب. يبقى التكلفة يسجل بالتكلفة، يبقى الأصل الثابت بيسجل بالتكلفة، والتكلفة دي بتشمل سعر الشراء ومصاريف النقل ومصاريف التركيب، حتى يكون الأصل الثابت معدا أو مجهزا للاستخدام. انا ماشي مع حضرتك حته حته، هنشوف الاصل بعد كده، هنشوف المعيار ده جايب كل حاجه عن الاصل الثابت، هنغطيها باذن الله في المحاضره، ولكن احنا بادئين من البدايه خالص بتبسيط من البدايه خالص، وهنفضل طبعا نزود المعلومات واحده واحده. بعد كده بيتعرض للديبريشيشن اوف ذا فيكسد اسيد، اللي هو اهلاك الاصل الثابت. انا اوعدك ان شاء الله في اخر المحاضره هتستفاد باذن الله بمعلومات جديده. معلش اول محاضره انا بادئ من طبعا من اول خالص من السهل، وهتلاقي مع طبعا نهايه المحاضره حضرتك استفدت بحاجات كويسه جدا. الديبريشيشن اوف ذا فيكسد اسيد دي اللي هي الديبريشيشن ايكوال السي اللي هي الكوست ماينس السكريبد فاليو اللي هي قيمه الاصل كخرده على ال اللي هي اللايف او اليوسفول لايف. تكلفة الإهلاك بيساوي تكلفة الأصل ناقص قيمته كخردة على عمره الإنتاجي. So the fixed asset depreciate over its useful life. يتم إهلاك الأصل الثابت على عمره الإنتاجي. Example, if the company purchased a lift by 10 million pounds and its useful life is 10 years. بيقول لحضرتك مثال، لو قامت الشركة بشراء ونش بمبلغ 10 ملايين جنيه وكان عمره الإنتاجي المفترض 10 سنوات. هنا بيكون الديبريشيشن أو الإهلاك السنوي اللي هو الانيوال ديبريشيشن، الإهلاك السنوي هيساوي طبعا ال 10 مليون ماينس السكريبد فاليو اوفر ذا 10 years. هنا عندنا السكريبت فاليو ايكوال 0. يكون الإهلاك السنوي مليون جنيه إذا كانت القيمة التخريجية مساوية للصفر. So the annual depreciation will be 1 million pounds if its salvage value is equal to 0. السكريبت فاليو هي السالفج فاليو، الاثنين نفس المعنى، القيمة التخريجية is equal to 0، تمام، مساوية للصفر. يبقى 10 مليون نقسمها على 10 لأن السكريبت فاليو أو السالفج فاليو كانت بزيرو، يبقى هنقسم التكلفة على عمره الإنتاجي هيدينا 1 مليون. ده الإهلاك السنوي أو الانيوال ديبريشيشن. تمام يا جماعة؟ الحقيقة إن المعيار يا جماعة، هذا المعيار المحاسبي ألزم المحاسب بالآتي. This standard أو this accounting standard obliges the accountant with the following. هذا المعيار المحاسبي ألزم المحاسب بالآتي. Not to load the complete value of the fixed asset on the expense of the year. أول حاجة، عدم تحميل قيمة الأصل الثابت بالكامل على مصروفات السنة. عدم تحميل قيمة الأصل الثابت بالكامل على مصروفات السنة.
يبقى دي أول حاجة ألزم بيها المعيار المحاسبي المحاسب، إن هو ما يحملش قيمة الأصل الثابت بالكامل على الفترة المالية المحاسبية. الحاجة التانية to calculate the depreciation annually. يقوم بحساب مصروف الإهلاك سنويا. يقوم بحساب مصروف الإهلاك سنويا. يتم احتساب مصروفات الإهلاك سنويا to calculate the depreciation annually. الحاجة التالتة اللي ألزم بيها هذا المعيار المحاسبي المحاسب to re-estimate the useful life of the fixed asset if it varied by the techniques people. الحقيقة يا جماعة techniques people اللي هم الفنيين المتخصصين. الحقيقة يا جماعة إن المعيار المحاسبي ده برضو ألزم المحاسبين إن هم يقومون بمراجعة العمر الإنتاجي للأصل الثابت إذا تم تغيير طبعا تغيير عمره المقدر له بواسطة الفنيين المتخصصين. يبقى بيحصل طبعا إعادة تقدير للعمر الإنتاجي للأصل الثابت. طبعا ده بيكون بواسطة الفنيين والمهندسين المتخصصين. تمام يا جماعة؟ يبقى في 3 حاجات، اللي هو أول حاجة عدم تحميل قيمة الأصل الثابت بالكامل على الفترة المالية المحاسبية أو السنة المالية، حساب الإهلاك مصروف الإهلاك سنويا، ومراجعة العمر الإنتاجي للأصل الثابت إذا تم تغيير أو تقدير العمر الإنتاجي بواسطة الفنيين المختصين. تمام؟ When the company records the fixed asset as a fixed asset in its books. امتى تستطيع الشركة ان هي تعترف او تسجل الاصل الثابت في سجلاتها او في دفاترها؟ متى يتم الاعتراف بالاصل الثابت في سجلات الشركة؟ Number 1, when the ownership of the fixed asset is transferring from the supplier to the customer. اول حاجة يا جماعة علشان الشركة تعترف ب طبعا الأصل الثابت في سجلاتها وتحمله أو تضيفه على الأصول الثابتة للشركة، أول حاجة لازم يكون في شرطين 2. أول شرط وشرط مهم جدا when the ownership of the fixed asset is transferring from the supplier to the customer. عند نقل الملكية وكامل السيطرة على الأصل الثابت من البائع إلى المشتري. يبقى ده الشرط الأول عشان الشركة تقدر، لازم الشرطين يتحققوا يا جماعة، ما ينفعش شرط واحد. عشان الشركة تقدر تسجل الأصل الثابت في دفاترها ضمن أصولها الثابتة لازم يتحقق الشرطين دول. الشرط الأول إن تنتقل الملكية أو الأونرشيب أو الملكية وكامل السيطرة على هذا الأصل الثابت إلى الشركة من البائع إلى المشتري. تمام؟ الحاجة التانية يا جماعة when the fixed asset becomes fit and ready for using but in its using place. الحتة الأخيرة دي مهمة جدا جدا جدا. الشرط التاني، وخد بالك من الجزء الأخرين فيه كمان. الشرط التاني أن يصبح الأصل الثابت جاهزا للاستخدام. تمام؟ أن يصبح الأصل الثابت جاهزا للاستخدام أو معدا للاستخدام، ولكن فين بقى؟ في محل تشغيله. في محل تشغيله يعني تبقى الشركة هي اللي جايباه وهي مكانه الشركة، يعني يشتغل فين؟ في المكان بتاعه عند الشركة. تبقى الشركة هي اللي بتشغله، لو كانت تريلا أو كان وينش أو كده تبقى الشركة هي اللي بتشغله، هي المسؤولة عن تشغيله. لو كانت آلة يبقى تشتغل في مكانها الشركة، تتحط في عند الشركة. يبقى لازم يكون الأصل الثابت. طبعا هناخد أمثلة وأوريك إزاي هيجي حاجات تانية مش هينفع نضيفها ضمن الأصول الثابتة لأنها كانت معدة ومجهزة للتشغيل وكل حاجة، ولكن مش في محل تشغيلها. يبقى لازم يكون الأصل الثابت كمان جاهزا ومعدا للاستخدام، ولكن في محل تشغيله، في المكان التشغيل بتاعه. يبقى في شرطين 2 عشان نعترف أو الشركة تقدر تسجل الأصل الثابت ده ضمن أصولها بالسجلات. إن أول حاجة نقل الملكية وكامل السيطرة على الأصل الثابت طبعا من المشتري، من البائع إلى المشتري. تمام؟ تنتقل الملكية وكامل السيطرة على الأصل الثابت إلى الشركة. الحاجة التانية إن يصبح الأصل الثابت جاهزا للاستخدام في محل تشغيله. تمام؟ يصبح الأصل الثابت جاهزا أو معدا للاستخدام في محل تشغيله.
دول الشرطين الأساسيين عشان تقدر، لازم الاتنين يتحققوا معا أو الاتنين يتحققوا مع بعض عشان تقدر الشركة تعترف بهذا الأصل الثابت، يتم الاعتراف به، وتقدر الشركة إن هي تسجل الأصل الثابت وتضيفه ضمن أصولها طبعا في السجلات. عندنا example هنا يا جماعة، مثال. If the company purchased a lift or a lorry، لو الشركة قامت بشراء winch أو نقل، سيارة نقل تريلا in 1/1/2026، الشركة قامت بشراء winch أو تريلا في أول يناير 2026 from outside، يعني استوردته. export لوري يعني استوردت لوري من الخارج البلاد. and the company، هي company ناقصة ام هنا، and the company paid 2 million pounds from the value of the lorry، وقامت الشركة بدفع 2 مليون جنيه من حساب أو من قيمة اللوري أو الونش ده or the lift which its value is 10 million pound. كانت قيمة التريلا أو الونش 10 مليون جنيه، الشركة دفعت 2 مليون جنيه من حساب هذه التريلا أو من حساب هذا الونش. يعني لو قامت الشركة بشراء ونش أو تريلا في أول يناير 2026 من الخارج ودفعت مبلغ 2 مليون جنيه من تحت حساب أو من تحت حساب شراء الونش أو التريلا اللي كان بيقدر الثمن ب10 مليون جنيه. طيب. So in this case the lorry or the lift will not record in the books of the company as a fixed asset at all. Otherwise, the purchasing contract for the lorry or the lift is already done and 2 million pounds was paid from the value of the lorry or the lift. هنا على الرغم من ان الشركة دفعت 2 مليون جنيه من حساب هذه التريلا او هذا الونش، الا ان الشركة لا تستطيع الاعتراف بهذه التريلا او الونش في طبعا في سجلاتها ضمن الاصول الثابته. واحد يقول لي طب يعني يا دكتور ازاي طبعا ال2 مليون دول اتدفعوا، طب احنا هنسجلهم فين ازاي يعني؟ احنا اشترينا التريلا. طب هقول لك تعالى نشوف الشرط الاول، هل الملكيه او السيطره انتقلت الى الشركه؟ هنلاقي الشرط الاول غير متوفر. طيب الشرط الثاني ان يكون جاهز او معدا للاستخدام في محل تشغيله، برضو لسه التريلا ما جاتش من الخارج وما جاتش للشركه، فالشرط الثاني ايضا غير متوفر. يبقى هنا لا يتم اثبات الونش او التريلا في سجلات الشركه كاصل ثابت، رغم انه تم التعاقد على شراء التريلا او الونش وتم دفع مبلغ 2 مليون جنيه من قيمه الونش. طبعا لماذا؟ لأن الونش لم يصبح جاهزا أو معدا للتشغيل في محل تشغيله وهي الشركة. كمان الشركة لم تستلمه بعد، لم تقم باستلام الونش أو لم تقم باستلام التريلا بعد. طيب دلوقتي التساؤل أو السؤال دلوقتي هيكون إيه؟ طيب التساؤل أو السؤال دلوقتي اللي هيكون في ذهن حضرتك، طب إزاي نسجل ال2 مليون جنيه اللي اتدفعت دي؟ هنسجلها ازاي ال2 مليون جنيه اللي اتدفعت من حساب او من قيمة التريلا او الونش؟ الحقيقة يا جماعة بتسجل تحت حساب حساب مشروعات تحت التنفيذ انفاق استثماري، يتم تسجيلها في حساب مشروعات تحت التنفيذ الانفاق الاستثماري. تمام؟ that is because the lorry or the lift is not fit and ready to be work in its using place. طبعا عشان هنا اللوري او الونش طبعا لم يعد او مجهزا للاستخدام في محل تشغيله اللي هي الشركة. and the company didn't deliver it، والشركة لم تقم باستلامه. so in this case how to record 2 million pound؟ في هذه الحالة كيف نقوم بتسجيل 2 مليون جنيه؟ The 2 million pound will record under an account، اللي هو هيتم تسجيل 2 مليون جنيه تحت حساب project in progress أو project under progress investment spending، مشروعات تحت التنفيذ الإنفاق الاستثماري. project in progress investment spending اللي هو مشروعات تحت التنفيذ الإنفاق الاستثماري.
And when the company delivers the lorry or the lift only but still didn't use it. هنا بقى عند استلام الشركة للونش وبرضه لسه ما اشتغلش. يعني هنا بقى لما تكون الشركة راحت جاية استلمت الونش ولكن لسه ما شغلتش الونش عند استلام الشركة للتريلا أو الونش، ولكن لسه الشركة ما قامتش بتشغيلهم وعدم تشغيلهم. هنا يظل برضو الحساب أو تظل التريلا أو الونش تحت حساب مشروعات تحت التنفيذ، ولكن في هذه المرة ستحول من إنفاق استثماري طبعا إلى حساب التكوين السلعي. هنقللها من حساب الإنفاق الاستثماري ونزودها على حساب التكوين السلعي، ولكن ستظل تحت بند مشروعات تحت التنفيذ. يعني رغم ان السيطرة او الملكية انتقلت الى الشركة، ولكن يعني هو بقى موجود في الشركة خلاص، جال الشركة وصل للشركة، ولكن محطوط في المخزن الشركة او محطوط في الساحة بتاعت الشركة، ولكن الشركة لسه ما شغلتوش او ما نزلتوش للعمل. وبالتالي طبعا في هذه الحالة لسه هو ما طلعتلوش الرخص بتاعته، ما طلعتلوش المصاريف الترخيص، وبالتالي هو لازال تحت بند مشروعات تحت التنفيذ. وبالتالي كده المحاسبة هيكون 2 مليون جنيه من حساب الانفاق او مشروعات تحت التنفيذ تكوين سلعي، 2 مليون جنيه الى حساب طبعا مشروعات تحت التنفيذ الانفاق الاستثماري. It remain under the project in progress، هتفضل تحت حساب مشروعات تحت التنفيذ، but in this case investment formation، ولكن هيكون تحت حساب بند التكوين الاستثماري وليس الإنفاق الاستثماري. هنقللها من الإنفاق الاستثماري ونضيفها على التكوين الاستثماري أو التكوين السلعي، وطبعا هتظل تحت بند مشروعات تحت التنفيذ. وبالتالي هيكون الأكاونتنج انتري أو القيد المحاسبي كما يلي as the following: 2 million from project in progress، 2 مليون جنيه من مشروعات تحت التنفيذ investment formation التكوين السلعي، 2 مليون project in progress investment spending إلى حساب مشروعات تحت التنفيذ الإنفاق الاستثماري. تم إضافتها على أو تزويدها أو إضافتها على التكوين السلعي أو التكوين الاستثماري في تحت بند مشروعات تحت التنفيذ، وتم تخفيضها من الإنفاق الاستثماري برضو تحت بند مشروعات تحت التنفيذ. إذا لازالت في حساب مشروعات تحت التنفيذ. طيب when the lorry is fit and ready for using، هنا بقى لما الشركة خلاص هتنزل اللوري لنقل البضائع أو لتشغيله، الشركة قامت باستخراج التراخيص المناسبة له واللوري بقى خلاص معدا للاستخدام. هنا بقى في الحالة دي فعلا تقدر الشركة في الحالة دي إن هي تعترف باللوري ضمن أصولها الثابتة. خلاص يا جماعة. عند تشغيل بقى اللوري، عند خروج الونش أو اللوري لتشغيله، هنا يثبت على حساب الأصول الثابتة، يتم الاعتراف به كأصل ثابت ضمن الأصول الثابتة للشركة في سجلات الشركة. يبقى هنا هنخفض حساب مشروعات تحت التنفيذ ونزوده أو نضيفه على حساب الأصول الثابتة في الشركة. هنتكلم على 2 مليون هنا لسه الأول. هنقول برضو ال 2 مليون اللي هي كانت في بند أو تحت بند مشروعات تحت التنفيذ، هنقول 2 مليون جنيه من حساب الأصول الثابتة اللي هي التريلات أو اللي هي وسائل النقل والانتقالات التريلا، وبعدين إلى حساب مشروعات تحت التنفيذ التكوين الاستثماري أو التكوين السلعي. تمام يا جماعة. يبقى 2 مليون from the fixed assets lorries تم إضافتها على بند الأصول الثابتة لسجلات الشركة، وتم الاعتراف بها عند طبعا استلامه وأصبح جاهز لتشغيله في محل تشغيله، طبعا إلى حساب project in progress الانفستمنت فورميشن، تم تخفيضه من مشروعات تحت التنفيذ وهي كانت في طبعا التكوين الاستثماري أو التكوين السلعي، تم تخفيضها من التكوين الاستثماري أو التكوين السلعي وإضافتها إلى حساب الأصول الثابتة. ده عند طبعا خروج الونش للتشغيل، أصبح معدا للاستخدام أو التشغيل في محل تشغيله، وكمان انتقلت السيطرة والملكية إلى الشركة. تمام. نيجي نشوف مثال آخر. Example 2: if the company purchased a lorry and then the company delivered it.
هنا الشركة اشترت اللوري والشركة كمان استلمته. But the company didn't extract the license expenses. ولكن الشركة لم تقم باستخراج مصروفات التراخيص اللي هي كمان الاندايركت تاكس، مصروفات التراخيص والضرايب اللي هي الضرايب غير المباشرة and the obligations insurance for it، وكمان التأمين الإجباري طبعا لهذه التريلا. In this case does the company prove this lorry on its fixed asset؟ هل طبعا في هذه الحالة الشركة تقدر تعترف باللوري ضمن أصولها الثابتة؟ يعني بيقول لحضرتك لو الشركة اشترت التريلا واستلمتها ولكن لم تستخرج لها مصاريف التراخيص والضرائب والتأمين الإجباري، هل تثبت التريلا هنا على الأصول الثابتة؟ الإجابة طبعا لا تثبت على حساب الأصول الثابتة. تمام؟ لماذا بقى حضرتك تقدر تفكر؟ No, the company doesn't add this lorry on its fixed assets. Why؟ هنا ما تقدرش الشركة إن هي تضيف هذه التريلا على حساب أصولها الثابتة. وليه السبب في كده بقى؟ Although the first condition is existing, which is transferring the ownership to the company, but the lorry is not ready for using. بيقول لحضرتك على الرغم من إن الشرط الأول موجود أو متوفر، وهو انتقال طبعا الملكية والسيطرة إلى الشركة، ولكن لا زال اللوري أو التريلا غير جاهز أو معدا للاستخدام. ما نقدرش نشغل التريلا من غير تراخيص يا جماعة. يبقى الشرط الثاني غير متوفر، إن اللوري لا زال طبعا غير طبعا معدا أو جاهزا للاستخدام، وبالتالي لا يتم الاعتراف به ضمن أصول الشركة في السجلات. The company must pay the license expenses to this lorry to be ready for using. لازم الشركة تدفع مصاريف الترخيص لهذه التريلا حتى تكون جاهزة ومعدة للاستخدام. ولذلك when the company pays the license expenses، لما الشركة تقوم بدفع مصاريف التراخيص it will be added to the cost of the lorry. في الحالة دي هتبقى المصاريف التراخيص دي هتضاف على تكلفة الأصل. طبعا يا جماعة أي مصاريف تدفع على الأصل الثابت لاستخدامه لأول مرة طبعا حتى يكون جاهزا أو معدا للاستخدام بتضاف على تكلفة الأصل. يبقى دي مصاريف مرسملة بتضاف على تكلفة الأصل. كابيتال اكسبنسز، مصاريف مرسملة بتضاف على تكلفة الأصل. وهنعرف شروط رسملة في شرطين اتنين هنجايين لهم لسه يا جماعة في المعيار، لسه واحدة في شرطين اتنين عشان نرسمل المصروف. الشرطين لازم يتوفروا عشان طبعا نقدر نرسمل المصروف. يبقى دلوقتي زي ما قلنا هنا المصاريف التراخيص دي عشان تشتغل التريلا دي لأول مرة طبعا ما ينفعش تشتغل من غير استخراج التراخيص، ضرورية لحتى تكون جاهزة ومعدة للاستخدام، وبالتالي مصاريف التراخيص هنا ستضاف إلى تكلفة التريلا وتكون مصروف رأس مالي capital expenses. خلاص يا جماعة؟ يبقى this is because the lorry can't be used for the first time without paying these license expenses. يعني معناها ان اللوري مش هينفع يشتغل بدون اضافة او بدون استخراج مصاريف الترخيص للتريلا، وبالتالي يتم اضافة مصاريف التراخيص والتأمين الاجباري على تكلفة التريلا، لأن يلزم لتشغيل التريلا لأول مرة دفع مصاريف التراخيص والتأمين الإجباري حتى تشتغل التريلا وتكون جاهزة لنقل البضائع. عند دفع مصاريف التراخيص والتأمين الإجباري لأول مرة تثبت على تكلفة الأصل. خلاص يا جماعة؟ تمام؟ بعد ذلك يتم الاعتراف بالتريلا على حساب الأصول الثابتة في سجلات الشركة، ويتم تخفيضها من حساب المشروعات تحت التنفيذ وإضافتها على حساب الأصول الثابتة. ليه؟ لأن الأصل أو التريلا أصبحت جاهزة لنقل البضائع، دي نمرة واحد. الحاجة التانية انتقلت الملكية والسيطرة الكاملة
على التريلا من البائع إلى الشركة. تمام؟ نقراها بالإنجلش كده. When the company paying the license expenses for this lorry، لما قامت الشركة بدفع مصاريف الترخيص لهذه التريلا، the expenses are added to the cost of this lorry. طبعا المصاريف دي اتضافت على تكلفة التريلا. The company can add this lorry to its fixed assets. طبعا هتضيف على تكلفة التريلا، وبالتالي تقدر الشركة ان هي تعترف بالتريلا بعد استخراج التراخيص بتاعتها ضمن اصولها الثابتة في سجلاتها. The company can record this lorry as a fixed asset in its books. تقدر تعترف بالتريلا طبعا ضمن اصولها الثابتة في سجلاتها، وده بيكون by decreasing or subtracting it from project in progress. طبعا بطرحها او تخفيضها من حساب مشروعات تحت التنفيذ and adding it واضافتها to the fixed assets، واضافتها الى حساب الاصول الثابته. واي طب ليه بقى كده؟ لان طبعا because now the two conditions are existing. ده علشان يتحقق الشرطين لكي تعترف الشركة بالأصل الثابت أو التريلا ضمن أصولها الثابتة في سجلاتها. الشرط الأول أو first condition the lorry is ready for using. أصبحت التريلا معدة أو مجهزة للاستخدام بعد استخراج التراخيص لها. الشرط الثاني أو second condition the ownership of the lorry transferred to the company. أن الملكية أو السيطرة الكاملة طبعا انتقلت إلى من البائع إلى الشركة. تمام يا جماعة؟ Does the purchasing date of the fixed asset always the date of recognition with the fixed asset؟ ده الحقيقة يا جماعة بينقلنا لنقطة أخرى وتساؤل مهم جدا زي ما حضراتكم شايفين. هل دائما وأبدا يكون تاريخ الشراء للأصل الثابت أو للأصول الثابتة هو نفسه تاريخ الاعتراف بالأصول الثابتة؟ السؤال ده يا جماعة مهم جدا وبيتسأل كتير جدا في المقابلات الشخصية وفي الامتحانات. هل دائما أو لازم دايما يكون تاريخ الشراء للأصل الثابت هو نفس تاريخ الاعتراف بالأصل الثابت؟ حضرتك تفتكر ان دايما او يشترط ان تاريخ الاعتراف بالاصل الثابت هو تاريخ شراء الاصل الثابت؟ الحقيقة يا جماعة الإجابة ليه؟ ليس بالضرورة أن يكون تاريخ الشراء هو نفس تاريخ الاعتراف بذلك الأصل الثابت. ليس بالضرورة أن يكون تاريخ الشراء هو نفس تاريخ الاعتراف بالأصل الثابت. حد يقول لي ليه أو لماذا؟ نقراها بالإنجلش كده. No, it doesn't always. The purchasing date is the same as the recognition. recognition يا جماعة يعني معناها recognition date يعني معناها تاريخ الاعتراف. You know, it doesn't always the purchasing date is the same as the recognition date with the fixed asset. Why؟ يبقى مش دائما بيكون تاريخ الشراء هو نفسه تاريخ الاعتراف بالأصل الثابت. واي بيقول لحضرتك لماذا؟ طبعا في أحيانا بيكون purchasing date is not the recognition date اللي هو تاريخ الاعتراف بالفيكسد أسيد، مش هو أو ليس تاريخ الشراء. طب ده بيكون إمتى؟ There are two cases for the purchasing date to be the same as the recognition date. في حقيقة يا جماعة طبعا حالتين ممكن في حالتين اتنين ممكن يكون تاريخ الشراء مساويا لتاريخ الاعتراف بالأصل الثابت، أو يكون تاريخ الشراء هو نفسه تاريخ الاعتراف بالأصل الثابت، ولكن ليس بالضرورة دائما وأبدا أن يكون تاريخ الشراء هو نفسه تاريخ الاعتراف بالأصل الثابت. ولازم حضرتك توضح وتشرح السبب. ممكن يكون تاريخ الحالة الأولى إن ممكن يكون تاريخ الشراء هو نفسه تاريخ الاعتراف بالأصل الثابت. ده بيحصل يا جماعة عندما يكون الشراء عند نقطة زمنية معينة عند ما يتم الشراء عند نقطة زمنية معينة.
لو تم شراء الأصل الثابت وانتقلت الملكية والسيطرة الكاملة للمشتري في تاريخ الشراء، وأصبح الأصل الثابت جاهزا أو معدا للاستخدام في نفس تاريخ الشراء. في هذه الحالة هنا بيكون تاريخ الشراء هو نفس تاريخ الاعتراف بالأصل الثابت في سجلات الشركة. دي الحالة الأولى، بيكون نفس التاريخ الشراء هو نفسه تاريخ الاعتراف بالأصل الثابت. يبقى there are two cases for purchasing date، في حالتين لتاريخ الشراء. Number one, the purchasing date may be at specific period of time. يعني ممكن يكون تاريخ الشراء في نقطة زمنية محددة أو معينة من الوقت. يعني تكون عند نقطة زمنية معينة، تاريخ الشراء يكون عند نقطة زمنية معينة. So the ownership transfer to the custom at the purchase date. وفي الحالة دي طبعا بتنتقل الملكية والسيطرة إلى العميل وفي نفس تاريخ الشراء. And the fixed asset also may be ready for using at the purchasing date. وطبعا بيكون ولازم يكون الأصل الثابت طبعا معدا أو مجهزا للاستخدام في ذلك التاريخ. In this case only the purchase date، في هذه الحالة فقط بيكون ال purchase date هو same as أو نفس the recognition date، بيكون هو نفسه تاريخ الاعتراف بالأصل الثابت for the fixed asset in the books of the company، في سجلات الشركة. تمام يا جماعة؟ الحالة الثانية if the purchasing date is differing from the recognition date، لو كان تاريخ الشراء يختلف عن تاريخ الاعتراف بالأصل الثابت. as if the company purchases the lorry by installment، لو كانت الشركة اشترت اللوري ده أو التريلا دي بالتقسيط. هنا بقى في هذه الحالة الشركة قامت باستخراج أو قامت بشراء التريلا أو اللوري طبعا بس في بالشراء بالتقسيط. طبعا كانت عملية شراء بالتقسيط. دي الحالة الثانية. otherwise the company extract the license for it، يعني على الرغم من ان الشركة هنا برضو استخرجت مصاريف التراخيص اللازمة لكي تعمل التريلا. and the lorry is ready for using by the company، والتريلا اصبحت فعلا معدة او مجهزة للاستخدام. الشرط اهو تحقق ان يكون تكون التريلا معدة او مجهزة للاستخدام، تحقق اهو ان الشركة الحقيقة يا جماعة استخرجت مصاريف التراخيص اللازمة لكي تعمل التريلا وتقوم بنقل البضائع. تمام. but the company can add it but the company cannot add it to its fixed assets in the books. على الرغم من ذلك الشركة لا تستطيع أن تعترف بهذه التريلا في سجلاتها ضمن الأصول الثابتة. يعني على الرغم ان هي استخرجت لها مصاريف التراخيص والتريلا اصبحت مجهزة للعمل والاستخدام ومعدة للاستخدام وفي محل تشغيلها اللي هو الشركة، ولكن رغم كده الشركة لا تستطيع ان تعترف بهذه التريلا في سجلاتها ضمن الاصول الثابتة. In this case the company records this lorry under project in progress in its books، ولكن يتم تسجيل هذه التريلا تحت بند مشروعات تحت التنفيذ في سجلات الشركة. أو لو كانت الشركة طبعا مستوردة التريلا دي من دولة خارجية وفتحة اعتماد مستندي مع البنك، لو كانت أو letter of credit، يعني كانت الشركة فاتحة اعتماد مستندي مع البنك. if the company opened a letter of credit with the bank، لو كانت الشركة فاتحة اعتماد مستندي مع البنك، حقيقة بتضاف التريلا حسب الشركة عاملة ايه. لا ممكن بتضاف تحت مشروعات تحت التنفيذ طبعا، او حتى تتم طبعا سداد كامل الاقساط، او ان هي بتضاف تحت بند الاعتمادات المستندية لو كانت الشركة فاتحة اعتماد مستندي مع البنك. otherwise the lorry is ready for using by the company، على الرغم من ان اللوري جاهز للاستخدام بواسطة الشركة وطبعا في محل تشغيله اللي هي الشركة. but the ownership
doesn't transfer to the company yet. ولكن طبعا الملكية والسيطرة لم تنتقل إلى الشركة حتى الآن. ده بيفكرنا شوية يا جماعة بالمعيار IFRS 16 اللي هو كان بيتكلم عن الفاينانشال ليسنج. لو تفتكروه محاضرة الفاينانشال ليسنج، محاضرات الفاينانشال ليسنج التأجير التمويلي، اللي هو IFRS المعيار الدولي رقم 16. صح يا جماعة؟ قريبة جدا من الفاينانشال ليسنج اللي هو التأجير التمويلي. فاينانشال ليسنج التأجير التمويلي IFRS 16. The ownership of this lorry is still with the bank. الملكية والسيطرة لازالت عند البنك. The company can't hire this lorry or sell it till it buying all the installments to the bank. الشركة بتكون طبعا ملهاش السيطرة أو الملكية على هذه التريلا حتى تقوم بسداد كافة الأقساط إلى البنك. يعني على الرغم ان الاصل اصبح جاهز للاستخدام، لكن الملكية لم تنتقل والسيطرة لم تنتقل الى الشركة، لان الشركة لازالت تدفع الاقساط الى البنك. لكن الاتوبيس او التريلا لازال ملك البنك. الشركة لا تستطيع ان تبيعه، ما تقدرش الشركة حتى تتصرف فيه خالص، لا تقدر تبيعه او تأجره، لا تستطيع تأجيره حتى إلا عندما تنتهي الشركة من سداد كافة الأقساط. تنتقل الملكية في هذه الحالة والسيطرة من البنك إلى الشركة. عند سداد كافة الأقساط وانتقال السيطرة من البنك إلى الشركة، هنا في هذه الحالة بقى بيتم الاعتراف بالتريلا أو الأتوبيس في حساب الأصول أو ضمن حساب الأصول الثابتة في سجلات الشركة. وبيتم تخفيض طبعا ثمن الاتوبيس او ثمن التريلا من حساب مشروعات تحت التنفيذ او حساب الاعتمادات المستنديه على حسب ما كان محمل على انه حساب، وبيتم طبعا اضافته او اثباته على حساب الاصول الثابته في سجلات الشركه. تمام يا جماعه؟ ارجو ان الكلام يكون مفهوم لحضراتكم. يعني the ownership of this lorry is still with the bank. الملكية والسيطرة لازالت طبعا عند البنك. The company can't hire this lorry or sell it till it buying all the installment to the bank. الشركة لا تستطيع ان هي تبيعه او تأجره حتى تدفع كامل الاقساط الى البنك. When the company pay all installments to the bank, the company records the lorry as a fixed asset in its books. لما الشركة تقوم بدفع كافة الأقساط إلى البنك، في هذه الحالة تستطيع الشركة تسجيل التريلا ضمن أصولها الثابتة في سجلتها. الكده المحاسبي accounting entry from fixed assets اللي هي اللوري to a project in progress، او طبعا لو كانت هي محملاها اصلا على مشروعات تحت التنفيذ بيخفض من حساب مشروعات تحت التنفيذ ويتم اضافته على حساب الاصول الثابته، او لو كانت هي فاتحه اعتماد مستندي مع البنك وكانت محملاها على حساب الليتر اوف كريدت اللي هو الاعتماد المستندي، بيتم تخفيض الاعتماد المستندي واضافتها واثباتها على حساب الاصول الثابته. تمام يا جماعه؟ نيجي نشوف سؤال مهم جدا 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 تاني، برضو سؤال مهم. لو التريلا دي اثبتت على حساب الاصول الثابته في سجلات الشركه بعد ان دفعت الشركه لها مصاريف التراخيص والتامين الاجباري، وانتقلت الملكيه والسيطره للشركه، واصبحت التريلا جاهزه للتشغيل في محل تشغيلها كمان، بعد مرور بقى 3 سنوات، يعني بعد مرور 3 سنوات بقى من تشغيل التريلا، بعد 3 سنين طبعا بنحتاج لتجديد التراخيص مرة أخرى. يعني طبعا زي رخصة العربية بتاعت حضرتك، بعد كل 3 سنين بتجدد التراخيص بتاعها. فدلوقتي مر 3 سنين على تشغيل التريلا، وبعد 3 سنين طبعا مصاريف التراخيص محتاجة إنها تتجدد. عند تجديد بقى مصاريف التراخيص بتاعت التريلا دي، السؤال هنا: هل مصاريف التراخيص هذه المرة تثبت على تكلفة التريلا؟ ما واحد هيقول لي طبعا هي مش تشتغل من غير مصاريف التراخيص، فينضيفها على التكلفة.
الحقيقة يا جماعة هنيجي نشوف السؤال نقراه بالإنجلش كده وأقول لحضرتك الإجابة. After the ownership was transferred to the company، يعني بعد الملكية والسيطرة ما انتقلت إلى الشركة، and the company also paid the license expenses، والشركة دفعت مصاريف التراخيص for it to be ready for using by the company، عشان تكون جاهزة ومعدة للاستخدام بواسطة الشركة. After 3 years passing، بعد مرور 3 سنوات، when the lorry needs to renew its license، لما التريلا احتاجت ان هي تقوم بتجديد طبعا التراخيص بتاعتها. In this case does the expenses also adding to its cost again، هل يجوز ان احنا بقى في هذه الحالة زي ما عملنا اول مرة ان احنا نضيف مصاريف التراخيص هذه الى تكلفة التريلا، نقوم برسملة هذا المصروف كما فعلنا في المرة الاولى؟ الاجابة يا فندم ان حضرتك نو، الإجابة بتكون لا تستطيع الشركة إضافة هذه النفقات إلى تكلفة التريلا في هذه المرة. واحد يقول لي اشمعنى يا دكتور؟ طب ما احنا التريلا مش هتشتغل برضو معدة او مشغل او معدة او مجهزة للتشغيل من غير التراخيص، هنمشيها ازاي من غير التراخيص؟ هقول لحضرتك اقول لحضرتك عشان the IAS 16 and the EAS 10 says only the expenses which paid to the fixed asset for the first time to get it ready for using added to its cost. الحتة دي مهمة جدا جدا جدا، بيوضحها المعيار وبيقول عليها. يبقى الإجابة لا تستطيع الشركة أن تضيف مثل هذه المصاريف أو النفقات إلى طبعا تكلفة التريلا أو تكلفة الأصل الثابت. المعيار يا جماعة بيقول إن التكلفة التي تنفق على الأصل الثابت لأول مرة فقط حتى يكون جاهزا أو معدا للتشغيل. يعني مصاريف التراخيص أول مرة فقط هي اللي بيتم رسملتها وتضاف على تكلفة الأصل الثابت. أما عند تجديد مصاريف التراخيص تعتبر مصروفا ولا تضاف على تكلفة الأصل. تمام يا جماعة؟ license expenses of the lorry added to its cost for the first time only. مصاريف التراخيص بتضاف على التكلفة أول مرة فقط عند تشغيل اللوري أو التريلا. but after passing 3 years from using it، لكن بعد مرور 3 سنوات من استخدامه أو تشغيله، the renewing of the license، تجديد بقى مصاريف تجديد الرخصة of the lorry، مصاريف تجديد طبعا ترخيص التريلا are added to expenses، يتم إضافتها على المصروفات، بتكون ضمن مصروفات الفترة not to the fixed assets، ولا تضاف على حساب الأصول الثابتة. لا يتم رسملتها أو لا يتم إضافتها على حساب الأصول الثابتة، لا تضاف على تكلفة التريلا. خلاص يا جماعة؟ في حتة مهمة هنا. لذلك any expenses paid on the fixed asset to make it do the same function which it was doing after operating it carrying on the expenses. أي مصاريف تنفق على الأصل الثابت تجعله يؤدي نفس وظيفته التي كان يؤديها بعد تشغيله تحمل على المصروفات. أي مصاريف تنفق على الأصل تجعله يؤدي نفس وظيفته التي كان يؤديها بعد تشغيله تحمل على المصروفات. تمام؟ الحتة دي مهمة جدا جدا جدا، المعيار قال لك أي مصروفات تنفق على الأصل الثابت عشان يرجع يشتغل نفس اللي كان بيعمله بالظبط، تخليه يرجع تاني يشتغل نفس الوظيفة اللي كان بيؤديها، يبقى في الحالة دي المصاريف دي تعتبر مصاريف تحمل على حساب المصروفات ولا ترسمل ولا تحمل على تكلفة الأصل الثابت. طب ينفع يا جماعة في مصاريف بعد تشغيل الأصل الثابت ينفع وخلاص يعني الأصل الثابت اشتغل وكله، هل ينفع بقى إن أنا ممكن رسم المصاريف برضو؟ يعني لو في مصاريف انفقت عليه ينفع رسملها أو ينفع أضيفها على تكلفته بعد كده؟
الحقيقة يا جماعة المعيار كان واضح جدا في الحكاية دي، وحط شرطين اتنين عشان نقدر نرسم المصاريف أو نضيف المصاريف دي على تكلفة الأصل الثابت. يبقى الشرطين أو الشرط لكي تحمل المصاريف على الأصول الثابتة أو على تكلفة الأصل بعد تشغيله كما نص المعيار. في اتنين شرط أو هما شرطين اتنين. two conditions يعني شرطين اتنين only. two conditions only يعني في شرطين اتنين فقط. to add any expenses paid on the asset to the cost of the asset. في شرطين اتنين عشان نقدر نضيف النفقات اللي اتدفعت على الأصل الثابت على تكلفة هذا الأصل الثابت. نعملها ضمن تكلفة الأصل الثابت هم الشرطين دول. after operating it يعني ندفع على تكلفة الأصل الثابت بعد تشغيله. as this accounting standard says زي ما وضحها هذا المعيار المحاسبي. الشرط الأول يا جماعة عشان نقدر نرسم المصروف ده أو نضيفه على تكلفة الأصل الثابت if this expense will lead to increasing its useful life أن يؤدي المصروف هذا إلى زيادة عمر الأصل الإنتاجي، عمر الأصل الثابت الإنتاجي يؤدي إلى increasing في ال useful life of the fixed asset. يعني إن تكون المصاريف دي اللي أنفقت دي، المصاريف التي أنفقت دي طبعا أدت إلى زيادة عمر الأصل الإنتاجي. في الحالة دي نقدر نرسم المصروف أو نقدر نضيفه على تكلفة الأصل الثابت لو أدى المصروف إلى زيادة عمره الإنتاجي. if this expense will lead to increasing in its useful life لو أدت هذه النفقات إلى زيادة عمر الأصل الإنتاجي. الشرط الثاني يا جماعة أو الحاجة الثانية if this expense will lead to an increasing in the fixed asset productive efficiency أن يؤدي المصروف هذا إلى زيادة طاقة الأصل الثابت الإنتاجية. يبقى أن يؤدي المصروف أو النفقات هذه تؤدي إلى زيادة طاقته الإنتاجية لو كانت المصروفات أو النفقات دي سوف تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للأصل الثابت. يبقى it will increasing its productive efficiency أو طاقته الإنتاجية. يبقى الشرطين إن ممكن تزيد عمره الإنتاجي أو إن هي ممكن تزود طاقته الإنتاجية لو تحقق أحد الشرطين هذين من المصروفات اللي اتدفعت. في الحالة دي بنرسم هذه المصروفات، ورغم طبعا بعد تشغيل الأصل الثابت ممكن النفقات دي يتم إضافتها أو رسملتها أو إضافتها إلى تكلفة الأصل الثابت. تمام يا جماعة، دول الشرطين أو الحاجتين اللي قال عليهم ممكن فقط إن هم يضافوا على تكلفة الأصل الثابت بعد تشغيله. أما أي مصروف تاني بيدفع على الأصل الثابت عشان يرجع يعيد نفس وظيفته اللي كان بيؤديها بتعتبر مصروف إراديا revenue expenses، وطبعا يبقى ضمن المصروفات ولا يضاف على تكلفة الأصل. تمام. في سؤال مهم هنا برضو افتكرته، لو الشركة اشتريت آلة ولكن يلزم تشغيلها عمالة مدربة لتشغيل الآلة التي ملك الشركة أو في حوزة الشركة أو في محل مكان تشغيلها، ولكن مفيش حد من عمال الشركة بيعرف يشغلها. هنا بقى بيبقى السؤال، المصاريف بتاعة تدريب العمالة دي يا ترى تضاف على تكلفة شراء الآلة؟ if the company purchase a machine but to operate this machine، يعني الشركة اشترت آلة بقت موجودة الآلة في حوزة الشركة أي في محل تشغيلها هي عند الشركة، ولكن والشركة، وخلي بالك الآلة مجهزة للتشغيل كمان، يعني الآلة دلوقتي مجهزة للتشغيل ومعدة للتشغيل وهي في محل تشغيلها عند الشركة، والشركة عندها الملكية والسيطرة الكاملة على الآلة. ولكن to operate this machine ولكن يلزم تشغيل هذه الآلة the company has to train its workers، الشركة مضطرة ان هي تدرب العمالة بتاعتها within it to be able to operate this machine، العمالة التي بداخل الشركة علشان تقدر تشغل هذه الآلة. In this case does the expense pay in training these workers add to the cost of these machines or not and why؟ هل بقى المصاريف تدريب العمالة علشان يقدروا يشغلوا الآلة دي هتضاف على تكلفة الآلة ولا لأ؟ ولماذا؟
وقت يقول لي ما هو برضه زي التراخيص زي التراخيص كده، مصاريف التراخيص بتاعت التريلا برضه، ما احنا مش هنشغل التريلا من غير ما نطلع لها مصاريف تراخيص. طب ما احنا هنا الآلة موجودة بس احنا مش عارفين نشغلها، علشان خاطر ما فيش حد بيعرف يشغل الآلة، لازم ندرب العمالة عشان نقدر نشغل الآلة. هقول لحضرتك لا طبعا الوضع مختلف تماما. هناك المنفعة كانت عائدة على مين في التراخيص؟ على التريلا. اما هنا التدريب او المصاريف التدريب دي، المنفعة هنا عائدة على الآلة، والآلة متوفر فيها الشرطين. نيجي نشوف الشرط الاول، هي الآلة معدة او مجهزة للاستخدام وفي محل تشغيلها الشركة. الحاجة التانية السيطرة والملكية دلوقتي بقت ايه؟ ضمن بالشركه، هي اللي عندها السيطره، انتقلت للشركه، بقت الشركه هي اللي عندها السيطره الكامله وانتقلت لها الملكيه بتاعه الاله. يعني الشرطين متوفرين، يبقى اذا الشركه خلاص تقدر تعترف بالاله دي ضمن اصولها الثابته. وفي الحاله دي طبعا لما نيجي ندرب العماله، احنا لو جبنا اي حد من بره بيفهم فيها هيشتغل الاله، ما عندهاش مشكله. انما مصاريف تدريب العماله هنا المنفعه او القيمه او الميزه بتعود على العماله داخل الشركه، ولا تعود على الاله. وبالتالي دي بتكون مصاريف تدريب تحمل على المصروفات، ولا تحمل على تكلفه الاله. تمام؟ يبقى no, this expense will not add to the cost of these machines at all. يعني في الحالة دي هذه المصروفات لا تحمل على تكلفة الآلة بالمرة. because the benefit from this training goes to the workers. لأن المنفعة من هذا التدريب سوف تعود على العمالة within the organization، العمالة داخل المنظمة، not to the machine itself، وليس على الآلة ذاتها. So everything paid on training the workers within the company، أي شيء ينفق على تدريب العمالة داخل الشركة will be added to expense، هيضاف على المصروف، يعلى بالمصروف. ده بتسمى مصروفات التدريب، training expense، مصروفات التدريب. Everything practiced on the fixed asset according to the International Accounting Standard number 16 and the Egyptian Accounting Standard number 10 is also practiced on the intangible assets according to the International Accounting Standard number 38 and the Egyptian Accounting Standard number 23. الحقيقة نفس اللي بيطبق على المعيار الدولي 16 IAS 16 أو المعيار المصري 10 اللي هو EAS 10، يطبق على الأصول غير الملموسة اللي هي المعيار الدولي 38 IAS 38 أو المصري 23 EAS 23. لكن الفرق بينهما أن ال IAS 16 أو المصري 10 بيكون على الأصول الملموسة، الكيان المادي الملموس. أما المعيار الدولي 38 أو المصري 23 هو يطبق على الأصول غير الملموسة. The difference between them that the International Accounting Standard number 16، المعيار الاختلاف بينهما أو الفرق بينهما أن المعيار الدولي رقم 16 اللي هو بيقابله المعيار المصري رقم 10، المعيار الدولي رقم 16 الأصول الثابتة، أو اللي بيقابله المعيار المصري رقم 10 الخاص بالأصول الثابتة which is a physical or tangible assets، بيطبق على الأصول الثابتة أو الأصول ذات الكيان المادي الملموس physical or tangible assets. ولكن but the International Accounting Standard 38، ولكن المعيار الدولي رقم 38 اللي بيقابله المعيار المصري رقم 23 the Egyptian Accounting Standard 23 اللي هو على ال Intangible Asset، ده بيكون على الأصول غير الملموسة أو الأصول ذات الكيان المادي غير الملموس. في ملحوظة هنا برضو بيحصل فيها يعني لخبطة شوية، لأن المعايير الدولية مختلفة في ترقيمها عن المعايير المصرية. Note this difference between these two accounting standards. بيقول لحضرتك لاحظ هذا الاختلاف بين المعيارين دول. ال IAS 38 اللي هو المعيار الدولي 38 matching ال EAS 23،
يقابله المعيار المصري رقم 23، وده بيكون intangible assets، ده بيكون على الأصول غير الملموسة. يبقى المعيار الدولي 38 بيقابله المعيار المصري 23، دول طبعا على الأصول غير الملموسة، عنوانهم أو طبعا على الأصول غير الملموسة. اتكلموا عن الأصول غير الملموسة اللي هو الاي اس 38 والاي اي اس 23 بيكونوا على الانتنجبل اسيتس. اما لو قلت لك بقى الاي اي اس 38 وليس الاي اي اس 38، الاي اي اس 38 المعيار المصري رقم 38 وليس المعيار الدولي رقم 38. قلت لك المعيار المصري رقم 38 هنا ماتشنج بيقابله المعيار الدولي، يبقى قصدي المعيار الدولي رقم 19. يبقى الاي اي اس نمبر 19 هو الاي اي اس نمبر 38، وده بيكون خاص بمنافع او مزايا العاملين for the employee benefits اللي هي مزايا العاملين. يبقى الاي اي اس 19 المعيار الدولي 19 هو اللي بيقابله المعيار المصري رقم 38. يبقى المعيار الدولي 38 بيقابله المعيار المصري 23 خاص بالاصول غير الملموسة، اما المعيار المصري 38 اللي بيقابله المعيار الدولي 19 ده بيكون خاص بمزايا العاملين اللي هم الامبلوي بنفيتس. اللي هنا بتنتهي محاضرتنا النهارده. ارجو ان يعني اكون حققت لحضراتكم طبعا النفع الكامل، وتكون المحاضرة حققت طبعا المنافع والمنشودة والمرجوة. وطبعا يعني احنا بنحاول نبسط المعايير لأبسط صورة، ونكون غطينا المعيار الحمد لله تغطية كاملة بصورة مبسطة يعني، ونكون قدرنا بالأمثلة نوضح ونوصل لحضراتكم المعلومات كاملة. إلى أن أراكم في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.